واش بصح كتعتقدوا اننا غادي نربحوا هايتي بهذه السهوله؟ واش غادي يربحوا هايتي؟ واش هايتي غادي دير المفاجاه؟ واش هايتي خصم سهل؟ واش حنا غادي نسيطروا على الماتش ونربحوا بنتيجه كبيره؟ واش المغرب قادر يبين في هذا الماتش ضد هايتي انه افضل بكثير من الخصوم الاخرى اللي معنا في المجموعه؟ خليو لي نتوما في لي كومونتير وقولوا لي شنو الراي ديالكم. واش حنا غادي نربحوا هذا الماتش؟ واش هذا الماتش غادي يكون فخ؟ واش غادي يكون ماتش صعيب؟ واش ماشي كما كيعتقد بنادم انه يكون سهل، بالعكس يكون اصعب ماتش؟ خليو لي في الكومونتير الاراء ديالكم. نجيو دابا نهضر. انا بالنسبه لي هذا الماتش غادي يكون ماتش فخ اكثر من اسكتلندا. غادي يكون ماتش الفخ اكثر من اسكتلندا. تقول لي علاش؟ ماتش ديال اسكتلندا داخله 3 بوا باغا تخرج تعادل، سهلت علينا، عطاتنا كره خلاتنا نلعبوا. شكون اللي سهل الماتش اكثر؟ هو فاش ماركينا بيت في 10 دقائق الاولى وبقاو مخلينا الكره ودايرين اطوز. في الاخر عرفوا باللي اللعابه ديال المغرب العيال ومشاو ضغطوا علينا وكانوا باغيين يجيبوا التعادل. الماتش ديال هايتي العكس، غتلعب مع فرقه ما عندها ما تخسر، اخطر خصم هو ما عنده ما يخسر. فرقه تقصات صافي، رسمي تقصات، ما عندها حتى حضور، ولكن تبغي دير واحد الماتش تاريخي اللي تبصم عليه، اللي يبقى تخلي كلشي يبقى يهضر عليه والشعب ديالها واللاعبين يفتخروا به. وعلاش لا تخرج معك غير باول نقطه لها في تاريخ كاس العالم؟ ملي كتلعب مع خصم ما عنده ما يخسر، ماشي بحال انت مضغوط باغي تربح، باغي تجي حتى الاول، باغي تضمن 7 النقاط تجي حتى الثاني. يعني كاين واحد الفرق كبير. انا كنشوف بان هذا الماتش يكون ماتش الفخ اكثر من اسكتلندا. ماتش ديال اسكتلندا كان ماتش صعيب بزاف، كان تكتيكي، كان بدني. هذا الماتش غادي هايتي نعانيو معاهم في السرعه، حيت المغرب غادي يدخل ضاغط، غادي يدخل بريسي، يبغي يماركي. هايتي تلعب لك على لي كونتر. هما ساهل تاخذهم في الدار، دفاعيا ضعاف، ولكن حتى حنا عندنا نقاط ضعف اللي هما ديوم حتى هو ثقيل. يعني من غادي نمشيو نطلعو صعيب. كلا طلع لك رحيمي ومزراوي عندهم لعابه صراحه انا تفرج فيهم ضد اسكتلندا، داروا ماتش كبير بزاف، كانوا يسهلوا على الاقل تعادل، وكانوا كون ربحوا اسكتلندا ما كانتش تكون مفاجاه، حيت كانوا احسن من اسكتلندا بزاف. ضد البرازيل دخلوا بغاو يلعبوا بحال اللي حنا لعبنا مع البرازيل، ضغطنا عليهم، هجمنا، ماركينا الاول. دخلوا بغاو يديروا نفس الحاجه، خداوهم من البرازيل في الكونتر ورا الظهر، ماركوا عليهم من الاول، صافي سهل الماتش، خرجوا بغاو يلعبوا الكره، زادوا من الثاني والثالث، صافي جيراو معاهم الماتش. هاد الماتش العكس، ما عندهم ما يخسروا، يلعبوا معك كما بغاو، يسدوا عليك ويحرموا، وتبقى مضارب باش تبغي يجيبوا معك تعادل، اولا يطلعوا يلعبوا معك الكره، وتقدر انت تبغي تطلع بريسيت ماركي ويمشي معك في لي كونتر. هما عندهم لعابه الصراحه وخطيرين بزاف في لي كونتر، واللي تفرج فيهم راه داروا محاولات بزاف، واخا ما ماركاوش الماتشات الاولى، وكما داروا محاولات خطيره، لكن النجاعه الهجوميه ناقصه. كنتمنى اللاعبين ديالنا ان ما عرفتش كيفاش يدخل محمد وهبي غدا ان شاء الله، واش يدخل بخطه هجوميه، واش يبريسي، واش غادي يضغط، واش يدخل بليكيب تيب، واش يدخل بليكيب فرق ثاني، شنو كيبان لكم؟ خليو لي في الكومنتير واش خصنا ندخلوا ليكيب تيب ولا الدوزيام ليكيب. انا كيبان لي ندخلوا بليكيب تيب ديالنا. غير هي باقي ما عجبنيش اوناحي بزاف، كنتمنى يجيب الخنوس بلاص اوناحي، باقي كنقولها يجيب الخنوس بلاص اوناحي. الخنوس ما عطاناش بزاف تما، كيتقاتل ولكن ما عطاناش. يردوا البوست ديالو، يلعب الخنوس تما بلاص اوناحي، ويلعب شمس الدين الطالبي ولا داك السباعي، يعطيه فرصه نشوفوه في هذا الماتش يلعب في الشارع. كنتمنى ان ابراهيم دياز يتوقف معنا ويكون في الطوب ديالو في هذا الماتش، حتى ديال الفرصه ديالو في كاس العالم، ان كلشي كيتفرج باش يدير براسو مع مورينيو، هي هذه الفرصه ديالك دياز. كنتمنى ندخلوا من الاول ضاغطين باش نقلبوا على الرباح، واهم حاجه لا ماركينا الاول بريسا ونجيبوا الثاني والثالث، نحسموا الماتش بحال اللي داروا البرازيل. بروميير ميطا حسبوا الماتش 3-0 بروميير ميطا، دخلوا الدوزيام ميطا لاعبين مرتاحين.
ومرتاحين ومهنيين وجيراو الماتش وبدلوا اللعابه وداروا. كنتمنى ان المغرب تيدخل بنفس العقليه، بروميير مي تدخل لاطاك تبريسي تماركي اكبر عدد ديال الاهداف. لا قدراش واخا حنا كنعتقدوا ان نماركيو بزاف، كيقدروا هما يفاجئونا. في الدوزيام ميطا نخرجوا ليكيب تيب وندخلوا لعابه اخرين بحال المرابط، بحال السباعي، بحال الجسيم، بحال ميموني، بحال كعبي اللي باقي ما خداش ما لعبش كاع. يعني نعطيو فرصه لاكبر عدد ديال اللاعبين باش لا احتاجيناهم نلقاوهم واجدين، حيت حنا عندنا دابا 11 12 لاعب بوبليس اللي سولتيه يقولك عندنا 11 12. اللي خايف منه اننا نخرجوا بواحد النتيجه اللي خيبه، تعادل مثلا ولا شي حاجه، ويبدا الانتقاد والهضره. تقدر تجي احسن تواليت وطيح مع فرنسا. الا جيتي ثالث غطيح مع فرنسا. فرنسا راه ما تعطلكش، هولندا والجابون راه فيهم الرحمه، اما فرنسا راه ما تقدش عليها. الديوب راه ما يقدش على مبابي وميسي ودوي وديمبيلي، راه ما تقدش على خصم بحال هكا عندهم الكاليتي في الوجود. وكنتمنى على الاقل نجيو حنا ثانيين واسكتلندا بيناتهم والبرازيل. كنتمنى اننا ما نخرجوش بشي نتيجه سلبيه باش ما يكثرش القلق واللعابه يدخلوا في مرحله الشك وهذاك الشيء. بنادم يبدا يكريتيكي ونبداو نخرجوا نضربوا في اللعابه. كنتمنى غدا نهار اللي نتفرجوا فيه كره زوينه، وعلاش لا يفاجئونا المنتخب المغربي باداء كبير. كان هذا هو التوقعات ديالي لهاد المباراه اللي غتكون صعيبه غدا ان شاء الله. كنتمنى يكون هاد لا فيديو نال الاعجاب ديالكم، تنساو ديروا لايك تدخلوا في القناه بارطاجيو الماكسيموم. استناونا فيديو بعد غدا ان شاء الله في ورا الماتش ديال البرازيل، ورا الماتش ديال هايتي. بيس.